بفرق مایه کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندبن جندبه بتاکبی آلا کردن جندبه بتاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان میدانشان سردکن کنادیان میدانشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندبن جندبه بتاکبی آلا کردن جندبه بتاکبی آلا کردن هم خوردن مریو کی مثلبین دیمان و پادیمان هر اجتمان دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندبن جندبه بتاکبی آلا کردن جندبه بتاکبی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیطان بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندبن جندبه بتاکبی آلا کردن جندبه بتاکبی آلا کردن خوردنون که حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام مشاهدي طيف تي في قناتكم وصوتكم لكل أبناء شعبنا في سوريا. عنوان حلقة اليوم: ما شرعية اللجنة الدستورية السورية التي تأسست تلك اللجنة التي تأسست وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ديسمبر 2015 وتضمنت أنه يكون عدد مقاعدها 150 مقعدا. طبعا ما شرعية اللجنة الدستورية السورية في عليها إشارة استفهام ويمكن عشرات إشارات التعجب. هل ذلك القرار الشرعي؟ هل ذلك القرار في تأسيس اللجنة الدستورية قرار شرعي؟ وهل اختيار أعضائها وفق مقومات شرعية تامة؟ وهل ستكون نتائجها شرعية وتطبق وفق الفصل 7 بين قرارات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي؟ أسئلة كثيرة أخرى حول دستورية أو شرعية اللجنة الدستورية السورية لتصل لشرعية الدولة السورية وفق خارطتها الجغرافية الحالية المرسومة بأيادي الدول الاستعمارية كما تسميها كل القوى السياسية والمكونات القومية والدينية السورية. ذلك كله ومع مواضيع مختلفة من الشأن أو الأزمة السورية سنناقشها اليوم مع ضيفينا العزيزين الدكتورة سميرة مبيض، وهي باحثة أكاديمية في العلوم الإنسانية والبيئية وعضوة اللجنة الدستورية السورية عن المجتمع المدني. أهلا وسهلا بك دكتورة سميرة، نورتينا. أهلا فيكم، مساء الخير، تحياتي لك وللجميع. كما نرحب بالأستاذ جومان حسين، وهو كاتب وسياسي كردي معروف وعضو نشيط بالأمارجي. أهلا وسهلا أستاذ جومان، نورتنا. شكرا جزيلا، أهلا بكم وبضيفتكم العزيزة وبقناتكم وجميع العاملين فيها وبجميع الأخوة المشاهدين والمتابعين لهذه الحلقة. تسلم. وباسمكم جميعا ضيوف الكرام ومشاهدينا الأعزاء نشكر من وراء ستار الكنترول الأستاذ عبد الباقي حسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب الذي يشرف على هذا البرنامج، والأستاذة المبدعة يسرى زبير، نشكرهم جدا على مساعدتهم لنا. دكتورة سميرة، قبل الدخول لموضوع الحلقة حبذا لو نعرف لمشاهدينا الكرام
ما هو المجتمع المدني ودوره في سوريا ولو بشكل موجز وقصير، حيث هناك لغط كبير عند شبابنا وشعبنا حول علاقة المجتمع المدني بالسياسة وتدخلاتها مع بعضها. تفضلي. تمام. بداية مساء الخير للمتابعين أيضا. طبعا بشكرك على هالسؤال الهام أستاذ سليمان، لأنه فعلا كما تفضلت في سوريا وفي أي دولة حقيقة يحكم فيها حكم شمولي يغيب دور المجتمع المدني. وفي الواقع في سوريا كان هناك غياب شبه مطلق لنقل، أو تم اقتصار يعني المجتمع المدني على فعاليات بسيطة وسطحية للغاية، لكن يمكننا الحديث عن جمود كامل في مفهوم المجتمع المدني وفي فعالية المجتمع المدني خلال النصف قرن المنصرم. طبعا المجتمع المدني هو الحراك الذي ينشأ ضمن المجتمع بهدف بداية بهدف الرقابة على السلطة بشكل رئيسي، ولكن أيضا بهدف الدفع نحو مصالح المجتمع ونحو مصالح الشعب، وهو بشكل أو بآخر يكون يعني بديناميكية مستمرة متوافقة مع تطور هذا المجتمع مع الظروف المحيطة به، مما يؤدي إلى ظهور تيارات مدنية. هذه التيارات المدنية طبعا قد تشمل يعني مجالات متعددة، مجالات قد تكون ثقافية، مجالات علمية، ومجالات بكافة الأطر التي يمكن أن يفعل ضمنها المجتمع المدني بحقوق الإنسان، أيضا بما يتعلق بحقوق الفئات المستضعفة، وبما يتعلق بكافة النواحي التي تهم هذا المجتمع. طبعا هذا الحراك الطبيعي هو نوع من أنواع تنظيم المجتمع، التنظيم الذاتي بناء على احتياجاته، وليس بناء على توجهات أو تيارات تفرض بشكل أو بآخر. وبالتأكيد المجتمع المدني هو يعني توجهه لا يسعى للوصول إلى السلطة بقدر ما هو يسعى لتحقيق المصلحة العامة للمعنيين ضمنه. طبعا من هذا التعريف يمكننا أن نستخلص لماذا يندثر أو يتجمد المجتمع المدني في ظل أي حكم شمولي. طبعا نحن خلال النصف قرن المنصرم كان هناك يعني حالة إلغاء مباشرة لكافة المنظمات المدنية في سوريا بعد هيمنة حزب البعث على السلطة، واستبدالها وأحلال منظمات تابعة لحزب البعث على ضمن المجتمع. فبالتالي كان هناك حالة استبدال للمجتمع المدني بتوجهات يعني أيديولوجية لنقل تضمن تأطير المجتمع ضمن قيادة الحزب الواحد، بينما المجتمع المدني أيضا يتسم بشكل كبير بالتنوع وبأنه يعبر عن التعددية الطبيعية الموجودة في كل مجتمع. تمام. أستاذ بومان، كرديا ما دور المجتمع المدني في الوسط الكردي وخاصة الكردي السوري وعلاقته أو تعارضه مع السياسة الكردية والساسة الكرد؟ ما هي العلاقة كونك سياسي وأيضا ناشط بمجتمع مدني؟ أنا أعتقد هذا السؤال يعني لا ينطبق على المكون الكردي في سوريا. أشارت الدكتورة سميرة مشكورا إلى الكثير من القضايا المهمة، فما تم الإشارة عليه من غياب بهذا الدور في المجتمع السوري الذي سياسات وقرارات سياسية ممنهجة أزاح النظام وخاصة حزب البعث بعد 63 المجتمع الكردي بكامله عن الحياة، فما بالك بإفساح المجال لممارسة دور. أشارت الدكتورة أنه تم تأطير المجتمع لصالح قيادة البعث. أنا أعتقد تم محاولة أدلجة المجتمع السوري والشعب السوري بكامله لصالح إيديولوجية البعث الذي فقط يتمنطق بالعروبة ويمارسها بغلو دون أي اعتبار آخر لمفاهيم وقيم المواطنة والوطنية وإيلاء المختلف أو المختلف عنه ضمن إطار الجغرافيا السورية أي اهتمام. لذلك أعتقد هذه المسألة
أخذت فرصة ما بعد الثورة في بداياتها 2011، ويتم محاولة بلورة شكل من أشكال المجتمع المدني في الوسط الكردي السوري، رغم أنه عوامل بنائه لم تكتمل من وجهة نظري إلى الآن. تماما. طبعا موضوع المجتمع المدني دكتورة سميرة أستاذ جومان كبير ويحتاج إلى حلقات وبحوث، وموضوعنا اليوم اللجنة الدستورية. دكتورة سميرة، أنت عضوة باللجنة الدستورية السورية. أولا، ما شرعية تأسيس اللجنة الدستورية السورية؟ يعني هل سوريا إذا كانت بسوريا، يعني المؤرخين الجغرافيين يقولون حتى تأسيس دولة سورية وفق سيكس بيكو تأسست بأسس غير شرعية، وأيضا الأنظمة المتعاقبة على الدولة السورية منذ تأسيسها، وخاصة في حقبي الناصري والبعث، وتحديدا حكم السلطة الأسدية الأب والابن. يعني هل هناك شيء دستوري في سوريا حتى تكون اللجنة السورية شرعية؟ تماما أستاذ سليمان، كما تفضلت الدولة تبنى على الدستور. الدستور هو القانون المؤسس للدولة، ونحن بحكم أننا في مرحلة تغيير جذري في سوريا، وكما تفضلت نحن أمام دولة فاشلة. يعني لدينا اليوم حالة من الفشل الذي نشهده على كافة الصعد وكافة المؤسسات، لكن ذلك ليس وليد اليوم. كما تفضلت، المؤسسات كان يستشري فيها الفساد منذ زمن طويل جدا، ولكن أيضا المحسوبية والشلالية، وكنا يعني أبعد ما نكون عن نموذج الدولة التي تحقق مصالح شعبها. فبالتالي أي تغيير جذري وأي تأسيس لدولة يقوم بشكل رئيسي على العقد الاجتماعي، الدستور الذي يتوافق عليه ويتوافق على بنوده وتوجهاته وعلى شكل هذه الدولة الشعب الذي الذي متعلق به اختيار هذا الدستور وصياغة هذا الدستور. من هذا المنطلق فإن التغيير الجذري في سوريا نحو دولة القانون، دولة المواطنة، الدولة التي تحترم مواطنيها، يمر حتما عبر تأسيس دستور سوري يأخذ بعين الاعتبار كل هذه البنود. ألا يعني دكتورة، هنا في الأولوية رقم 1 ورقم 2، ألا يفترض أولا أنه تسقط هذه السلطة حتى تكون هناك مجلس انتقالي ومشروع دستور يكون مشتركا في بنائه أو في تأسيسه الإخصائيين، خاصة القانونيين المستقلين، وخاصة في هذه اللجنة نرى أنه تم الاعتماد الرئيسي على أعضاء من الائتلاف وأيضا من قبل النظام. يعني كيف راح يكون شكل هذا الدستور؟ نعم، طبعا أنا أعتقد أنه لا يوجد أولوية لشيء على آخر، هناك مسار متوازي، أي أن عملية التغيير يجب أن ترتبط بأن يكون هناك رؤية واضحة لدى السوريين ماهية الدولة السورية في المستقبل، ما هو العقد الاجتماعي. يجب أن لا يكون هناك القفز في المجهول، لأن لدينا توجس كبير عند السوريين من أن لا يكون المستقبل على قدر الطموحات التي قدمت لأجلها هذه التضحيات الكبيرة. ويعني تم نحن اليوم على أعتاب 1,000,000 شهيد ونصف الشعب السوري مهجر، فبالتالي هناك تضحيات كبيرة قدمت، والقفز للمجهول دون أن يكون هناك توجه واضح ومسار واضح، على الأخص بظل وجود يعني تجاذبات كثيرة على الأراضي السورية، والتي يمكن أن تفضي إلى شيء مما لا يأمل به ولا يحقق مصلحة السوريين على كافة الصعد. فبالتالي وجود هذه الرؤية هو العمل الدستوري عندما يكون هناك أي عقد اجتماعي، وطبعا العقد الاجتماعي هو الذي يحقق سيادة هذا الشعب ويحقق إمكانية بناء الدولة. عندما يتم التوافق على هذه الأسس حينها نستطيع التحدث عن تغيير جذري، وبالتالي يمكن للمسارات المتوازية، أكرر من جديد وليست المتتالية، المتوازية، أن تنطلق
بشكل سليم. نحن يعني اليوم على أعتاب عقد من البدء الثورة السورية ومن الحراك السوري، وشهدنا أن هناك صعوبة كبيرة في الوصول لهذا التوجه والوصول لتحقيق هذه التوافقات، فبالتالي من الضروري أن نبدأ بصياغتها وبتوضيحها وبتحديدها مع الأخذ بعين الاعتبار الشرط الأساسي، وهو أن تحقق العدالة لكافة السوريين. تماما. أستاذ جومان حسين، ذكرت الدكتورة العقد الاجتماعي ويجب أن يكون التوافق عليها. هل ترى كإنسان سياسي سوري أولا وكردي أنه تم هناك التوافق على هذا العقد الاجتماعي وتم تحديد ملامحه؟ شكرا. أولا يعني نعود إلى مصطلح الذي استخدمته، موضوع شرعية اللجنة الدستورية. أعتقد الشرعية تتم من خلال صناديق الاقتراع التي يجسدها الشعب باختيار ممثليه، وهذا لم يحصل. لعل بعض المكونات تمتاز أو تستطيع أن تحصل على مشروعية عملها، والبعض الآخر في اللجنة الدستورية أعتقد هو نتاج يعني تحركات دولية تم طبخه وإنضاجه من خلال الدول، وتم فرضه على اللجنة الدستورية، والتسميات تدل على المسميات. فبغض يعني دون أن نخوض في هذه المسائل. ثانيا، العقد الاجتماعي وفي هكذا حالات يجب أن تكون اختيارية، وهنا في الشرط السوري أيضا ينتفي هذا الشرط. ثالثا، المعايير التي تم اعتمادها في موضوع اللجنة الدستورية غير دقيقة. هم يقولون نحن نمثل الشعب السوري. الشعب السوري عبارة عن مجموعة من المكونات. هل تم تجسيد ممثلي هذه المكونات لصياغة دستور يجسد تطلعات هذه المكونات أم لا؟ عندما نحاول أن نرى اللوحة ظاهرة أمام العين نجد أن هناك ازدواجية. فترى مثلا مع المكون الكردي تم التعامل معه كمكون مجتمعي، أما مع مكونات أخرى تم التعامل مع المكونات السياسية أو الكيانات السياسية التي تمثله. قد يكون هذا من باب أنهم الأكثرية أو الأغلبية. في دولة المواطنة التي ينشدونها تنتفي هذه المسائل. دولة المواطنة لا هوية لها. سوريا أعتقد في ظل التطورات الحاصلة ومستقبلها يجب أن تتحول إلى أمة حتى تجسد هذا المفهوم الذي يتم طرحه ويتم دائما التأكيد عليه. إذن اللجنة الدستورية رغم هي لا تعبر، يعني ليست كيانا سياسيا حتى نعول عليه، هو جسم تنفيذي يعبر عن كيانات سياسية. ممثلي الكيانات السياسية متواجدون فيه، لكن القرار 2245 لم يؤكد على التوازي في موضوع معالجة الوضع السوري. تم تحويلها إلى سلل، وكانت الأولوية إلى الحكم الانتقالي. بدون الحكم الانتقالي أعتقد يتم بشكل من الأشكال إلى تعويم هذا النظام ومحاولة إدراجه مرة أخرى في العملية السياسية. وأعتقد هذه المسألة تم تجسيدها وبيانها من خلال عبارة يعني العبارة التصالحية، العدالة التصالحية التي لا يمكن إسقاطها على الواقع السوري. العدالة التصالحية صارت مثلا تجربة المملكة المغربية عندما تمت المسائل في مجال حقوق الإنسان، تمت المصالحة مع الناس الذين تم هدر حرياتهم كراماتهم إلى ما هو، وتم العدالة التصالحية. العدالة الانتقالية يجب أن تجسد، وهيئة الحكم الانتقالية يجب أن يتم التأكيد عليها، ثم ننتقل تاليا إلى باقي أو المراحل الأخرى حتى يتم
ترسيخ الواقع الذي خرج السوريون من 2014 لترسيخ تلك الشعارات التي وضحت بها حناجر الثوار من أجل سوريا وطن للجميع، من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل المحافظة كما قالوا على وحدة سوريا وإقراره بدليل وضعوا يوما أو جمعة من المظاهرات باسم آزادي إشارة إلى التنوع وإشارة إلى التضامن وإشارة إلى المستقبل القادم لكل سوري. شكرا على التوضيح أستاذ جومان. دكتورة سميرة، ما تعليقك؟ هناك خاصة جملة من الانتقادات لهذه اللجنة. هذه اللجنة التي تشكلت أصلا وفق قرار غير شرعي، يعني 22/5/4، يعني هناك اختلاف وخلاف صار حولها كثيرا. الخطوة الثانية اختيار الأعضاء، المناصفة المحصصة ما بين النظام، وأنت قلت هناك نحو 1,000,000 شهيد، وكيف النظام هناك يكون نصف أعضائها من النظام؟ لك الكلمة دكتورة. يعني فعلا هذا ما تفضل به الدكتور كومان يشكل جزء من ما يقوله الشارع السوري، يعني عدم رضاه على هذه اللجنة. تماما. طبعا المخاوف من أن تتحول اللجنة الدستورية لإعادة تدوير وتأهيل النظام بحد ذاته بشكله الحالي أو أي نظام شمولي هي مخاوف محقة وموجودة. ما أسميه أنا بعد تشكيل اللجنة الدستورية أو عندما طرحت أساسا فكرة لجنة دستورية هي المنطقة العمياء بعد اللجنة الدستورية. يعني هنا نحن أمام عدة مسارات سيدفع النظام نحو تأهيل نفسه ولا يمكننا أن نتوقع منه إلا ذلك، لكن هل سيستطيع إعادة تدوير نفسه؟ وأيضا ستدفع أطراف من المعارضة لتقاسم السلطة مع النظام، وأن يكون هناك يعني عدم تغيير لنقل جذري كما نحن نطمح نحو دولة المواطنة والقانون، وإنما تقاسم سلطة في نفس الأطر القديمة. لكن في الحين ذاته ضمن اللجنة الدستورية هناك من يحمل فكر التغيير الجذري في سوريا، أي الخروج من المنظومة بأطرها السابقة والتي لا يمكن ضمن هذه الأطر. وهل لتلك الأفكار تأثير على عمل اللجنة وقرارات اللجنة دكتورة؟ نعم طبعا اللجنة لغاية اليوم لم يصدر عنها أي شيء نستطيع الحكم على فعاليتها، طبعا إلا كما رأينا جميعا لمدة 14 شهر تمت مناقشة ما عرف بين قوسين بالمبادئ الوطنية، وكانت مرحلة تعطيلية وتسويفية والتي سعى بها النظام فقط لكي يصل للمرحلة الانتخابية دون أن يكون هناك عمل جذري على الدستور. وللأسف فإن ما جرى وأن الأوراق التي قدمت في الجلسة الأخيرة ظهر فيها نوع من أنواع التناغم في هذا المسار، لكن هذا لا يعني أن اللجنة الدستورية ستبقى بهذا التوجه إعادة التدوير أو التأهيل أو حتى السير على هوامش الدستور. يجب أن يكون هناك توجه للخوض بشكل جذري بالعمل الدستوري وليس بإصلاح أو تعديل دستور 2012، لأن دستور 2012 شكل وأسس من أجل استمرارية السلطة الفردية والمركزية في سوريا. إذن هنا دور السوريين، وهنا أنا يعني أختلف طبعا بشكل أو بآخر مع ما تفضل به الأستاذ كومان. طبعا أتوافق معه، نحن لدينا مشكلة تمثيلية، وهذه المشكلة هي نتاج طبيعي لنصف قرن من غياب العمل السياسي والمدني، أي أن المجتمع لم يتح له تنظيم نفسه من أجل أن يفرز القيادات ويفرز التمثيل بشكل سليم. لكن اليوم نرى حراك تنظيمي ذاتي في المجتمع يشهد عليه بشكل رئيسي التنظيم المدني، وأيضا بشكل أو بآخر لو أنه بشكل يعني خجول أكثر لنقل تيارات سياسية ناشئة وحديثة. لكن رغم ذلك نرى أن الأيديولوجيات التابعة للمنظومة السابقة لا زالت بشكل أو بآخر هي التي تستقطب حالة العملية السياسية. وهنا أعتقد أن المعادلة تتطلب التغيير لكي يكون للمجتمع المدني دور ويكون له طرح وجهات نظر مؤثرة تعمل على الدفع بالمصلحة العامة وليس المصلحة الإيديولوجية. المصلحة الإيديولوجية اليوم لكافة التيارات السياسية لأنها تيارات موروثة من حقبة الأسد هي في تقاسم السلطة. إذن
التغيير الجذري لن يأتي من هذه التيارات السياسية، لنكون واضحين وعلى درجة من الشفافية مع أنفسنا بداية، ولكن أيضا مع الشارع السوري. التغيير سيأتي من السوريين الذين هم أدركوا عدم جدوى هذه الأيديولوجيات، وأن ما تقدمه وما قدمته يعني لا يرقى لمستوى دولة ولا يرقى لمستوى تحقيق مصالح وأمن الأمن الصحي والأمن التعليمي وكافة ما يحتاجه أي شعب. فبالتالي التركيز على الحراك المجتمع المدني، وهنا أنا لا أقصد فقط الأعضاء المجتمع المدني الموجودين باللجنة الدستورية، وإنما عموم السوريين الذين هم بعيدين عن هذه الأيديولوجيات والذين أدركوا أن مسار التغيير يبتعد تماما عن هذا المسار. دكتورة، يعني ولو بشكل مختصر، كيف أنا ككردي سوري بدي أشعر أنه أنا إنسان سوري، وهناك كما فضل دكتور جومان أنه لم يبحث مفهوم الهوية الوطنية السورية؟ هل نحن هناك أمام وطن سوري أم أمام أمة سورية؟ هناك من يتمسكون من خلينا نسميه الأشياء بأسمائها الواقعية، من الإخوان اللي مهيمنين على هياكل المعارضة، يصرون أن سوريا تكون جزء من الأمة العربية. إذا كان جزء من الأمة العربية فأنا لست بسوري، وأنا ذاك سأكون الانفصالي الأول، كما حال ليس بس الكردي، كما حال حتى العلوي وحتى الدرزي وحتى كل خلينا نكون واقعيين، المسيحيون المكونات الدينية ما بيقبلون. يعني سوريا أصلا هناك سوريا أصلا كلها غير عربية. الأستاذة الإعلامية ماجي خزام تقول يعني سوريا بعيدة كل البعد عن العروبة. فبهذه المشاكل كلها كيف بدي أشعر أنا كسوري؟ بالنهاية أنا كمواطن عادي سوري ما بدي أضيع بين مفاهيم ومصطلحات لكي أخسر الوطن مرة أخرى، يعني بعد هذا التحديات الكبيرة. يعني مفهوم تماما. بالواقع يعني سوريا بتوصيف، هنا أنا أتحدث بتوصيف وليس بتوجه سياسي، بتوصيف علمي لتاريخ سوريا وما تتالى عليها من حضارات ولكن أيضا من ثقافات دينية. بهذا التوصيف سوريا ذات هوية تعددية، يعني أن الإنسان السوري يمتلك بشكل أو بآخر أو قريب بشكل أو بآخر من معظم هذه الثقافات التي تواجدت مكانيا وزمنيا ولفترات زمنية طويلة في النطاق المكاني في سوريا. فبالتالي طبعا بعد نعرف جميعنا بعد انتهاء الدولة العثمانية كان هناك دفع نحو ملء الفراغ، وكان التوجه نحو الإيديولوجيا العربية بشكل أو بآخر دون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عدم توافق هذا المفهوم مع البنى المجتمعية الطبيعية التي تشكل الشعب السوري، والتي فيها اللغة العربية واللغة الكردية واللغة السريانية والتركمانية والأرمنية وأيضا لغات أخرى. فبالتالي وأيضا هناك الثقافات الدينية، حيث يتواجد بهذا النطاق المكاني أشخاص يحملون عدة ثقافات دينية وهم متجاورون، أي يعيشون معا، أي أن لهم مصالح مشتركة، ليسوا منفصلين مكانيا. فبالتالي هذا التجاور وهذا التقارب وهذا التواجد المكاني المجتمع المشترك والاشتراك أيضا بالتاريخ، كل ذلك يجعل من الهوية الطبيعية للمجتمع السوري هي الهوية التعددية. وطبعا بعد قرن من الزمن، اليوم نحن عام 2021، نجد أن هذه الهوية لا زالت موجودة، لم تندثر، رغم أن حزب البعث حاول لمدة نصف قرن فترة طويلة وما زالت المعارضة تتمسك بها. طبعا هناك تيارات لا زالت يعني تنطلق من تيار ايديولوجي، اي تيار سياسي، ولا تنطلق من الواقع. هنا نحن نوصف الواقع، نوصف البنى المجتمعيه الموجوده في سوريا. التيارات الايديولوجيه هذه مهمتها، يعني هذا توجهها، انها تسعى لتحقيق مصلحه الحزب الذي ترتبط به، او المصلحه السياسيه او التيار السياسي الذي يعني تنشا ضمنه. فبالتالي الثقافه العربيه موجوده في سوريا كجزء من عدد من الثقافات المتواجدة. هذا بمجموعه ما يشكل تعددية هوية الإنسان السوري، وهذا بشكل توصيف للمجتمع بعيدا عن أي توجهات سياسية. وما كنت أريد فقط أن أكمله إن سمحت لي،
نصف قرن حاول حزب البعث أن يلغي هذه الهوية، ونحن نعلم كيف تعرض للتنوع السوري سواء بالاضطهاد المباشر أو بالفتنة والتفرقة غير المباشرة أو بالتهجير القسري غير المباشر. وهنا أتحدث عن التنوع القومي الإثني العرقي وأيضا المذهبي. فحاول خلق هذا يعني أن يطبق مفهوم الشمولي بالهوية على أرض الواقع، ولم ينجح. والدليل أننا اليوم وبعد قرن من الزمن ونصف قرن من الحكم الشمولي لا زال هذا التعدد السوري والتنوع السوري يشكل السمة الأبرز، والتي بدأت يعني بشكل أو بآخر تفرض وجودها لأنها الواقع. أستاذ جومان، يعني الدكتورة سميرة تطرح، يعني أنا ما لاحظت أنه لا زالت هناك أمنيات، يعني ولكن نعرف أن اللجنة الدستورية من مهامها أنه تحديد ورسم شكل الدولة السورية المقبلة. وأنت طرحت قبل قليل، وكثيرون من المفكرين السوريين يطرحون مفهوم الأمة السورية، الهوية، الإعادة التعريف لكل المفاهيم القديمة، الوطن، المواطنة، الديمقراطية. يعني كإنسان وكسوري وسياسي كردي، هل ترى إذا صارت يعني عمليا طبقت الأمة السورية، هل ترى سيكون للكردي نصيب أن يعيشوا حياة حرة كريمة في هذه الدولة الحديثة، أم سنكون أمام ديمومة آلام ولو تحت شكل وعناوين أخرى؟ شكرا. على تعبير الأمة تجسد الواقع السوري، تعتبر هوية الشعب السوري هي الهوية العليا، وتندرج في إطار هذا التعبير الشعب الكردي والشعب العربي وباقي الشعوب الأخرى الموجودة في سوريا. إذا دكتور أستاذ جومان، هنا نقول الشعوب السورية ولا الشعب السوري؟ نحن في الإطار الوطني، يعني إذا عدنا إلى الخلف قليلا، الإمبراطورية العثمانية بعدما انهارت على أنقاضها، الأوروبيون غزوا المنطقة واحتلوها، وعلى أنقاضها بنوا أو رسموا هذه الخارطة، قسموا شعوب المنطقة، شاءوا أن تكون هذه الثقافات وهذه الشعوب متعايشة، رغم يفترض بالجميع العمل للوصول إلى حالة الاندماج لتكريس الهوية الوطنية وليس للتعايش فقط. التعايش كانت يفترض أن تكون في المراحل الأولى التأسيسية، يفترض أن نكون الآن مندمجين، نجسد الهوية الحقيقية لسوريا، طبعا حسب الطرح الذي يتم طرحه بشكل موارب يتماهى مع مصالح بعض الذين يحاولون. ثانيا، لا يوجد هناك في المنطق السياسي وفي التعبير السياسي كلمة وطن عربي. هناك شعوب عربية، هناك دول عربية، أما كلمة وطن لها تعريف. هذا الوطن يحدده جغرافيا محددة. إذا كان السوري يستطيع أن ينتقل إلى العراق دون جواز سفر، ووقتها أقول الوطن العربي تم تجسيده حقيقة، لكن هذا الواقع غير موجود، وشعوب المنطقة تم تقسيمها بهذا الشكل، وبنيت هذه الدول، وهذه الدول فرضت عليها ولا تستطيع الحراك نتيجة القرارات والمسائل المتعلقة بالأمم المتحدة وسياسات ومصالح الدول الكبرى وكيفية تطلعهم لمستقبل هذه المنطقة بالكامل. ما دام فرض علينا أن نتعايش، يفترض أن نزرع أسس كيفية التعايش للوصول إلى مرحلة الاندماج، لا أن نستخدم مسائل الأكثرية العددية أو ما شابه للتكريس والتوجه نحو الدولة القومية مرة أخرى، ومحاولة إغفال حقوق باقي المكونات ضمن سوريا. أعتقد سوريا لن تستقر إذا لم تتوفر شروط الدولة الوطنية في سوريا دون أن يكون لها أي هوية أخرى غير هوية الوطن السوري الذي يعادله الأمة السورية. متى ما وصلنا إلى تلك المرحلة أعتقد تنتفي الكثير من الخلافات وينتفي الكثير من المشاكل، وقد يكون
هناك بعض الأصوات حينها تصدر لتقول لا، سنبقى ضمن إطار هذا الوطن ما دامه يلبي كافة حقوقنا وتطلعاتنا، ولا يتم إدراجنا بتصنيف مواطنين ما دون الدرجة الأولى. أستاذ جومان، هذا يجب أن يكون يعني واردا أو مؤكدا أو متفقا عليه في اللجنة الدستورية، ولكن لحد الآن الدكتورة تقول لحد الآن ما اتخذت القرار. يمكن اجتمعت مرتين في عام 18 وعلى ما أعتقد من كم شهر كمان، يعني ما تبقى لحد الآن. هناك لغط، هناك غموض، هناك تجزي بين حتى أعضاء اللجنة الدستورية. هل هذه اللجنة ولدت ميتة؟ اللجنة الدستورية تعاني منذ تشكيلها، والآن بعد انتخاب العام المنصرم المستقلين لها لم تستطع أن تنعقد حتى هذه اللحظة. وأعتقد تصريحات المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص في الآونة الأخيرة أيضا كانت واضحة. اللجنة الدستورية لا تستطيع أعتقد الحراك، لأنها لا تستطيع أن تعبر عن طموحات الشعب السوري، لأنهم يعبرون، طبعا لا أقصد الجميع تجنبا للتعميم، لكن أغلبهم يعبرون عن مصالح الدول التي عينتهم واختارتهم في هذه اللجان. فمن كان الدقيقين التي تمولهم، التي عينتهم، التي اختارتهم، يعني أنا عندما أكون مجسدا لرؤية دولة ما سألبي مصالحها، كما هو شأن المعارضة السورية الممثلة بالائتلاف وما تمارسه في عموم سوريا من أدلجة، من تغيير ديموغرافي بحق الشعب الكردي، من ممارسات يعني ترتقي إلى ممارسات تكون جرائم حرب. ولا صوت إلى الآن استطاع أن يقول أو يرفض هذه المسائل من خلال التبرير، وأنا أحاول أتجنب التبرير وأحاول أن أمارس التفسير. شكرا أستاذ جومان، ولكنك أنت انتقدت الائتلاف الوطني وأنت أحد أعضائه، حزبك وهناك هذا يختلف عن هذا. نحن في واقع إذا نمارس المجلس الوطني الكردي يمثل مستقبل سوريا يتم بهذه يعني فرضت علينا مسارات نحن مضطرون أن نخوضها لأنه خيارات لا توجد، لذلك هذه تختلف. أنا هنا أعبر عن وجهة نظري كشخص جومان حسين، ولم أعلن أي انتماء لي من خلال التعريف على منبركم. ولكن الكرد يعرفونك، أنت شخصية كردية معروفة أستاذ جومان. لا يضر يعني أنا أمارس حقي كشخص، كإنسان سوري كردي، بالتالي يهمني مصلحة سوريا ومستقبلها. من هذا المنطلق أتحدث، لعلها تكون صرخة لا تكون في وادي، تكون في سهل. دكتورة سميرة، يعني أسئلة كثيرة ورؤى يعني مظلمة أظهرها أستاذ جومان حول اللجنة الدستورية، ما تعليقك على كل ما تفضل به؟ من وجهة نظري أن علينا العمل بأي مسار ممكن من أجل تحقيق التغيير الجذري بسوريا. سوريا اليوم يعني كما ذكرنا قبل قليل مهددة بشكل أو بآخر بفشل كامل للدولة، لكن أيضا معاناة السوريين في كافة المناطق هي من مسؤولية كل من يعمل بالشأن العام، أي أننا يجب أن لا نتخلى عن أي مسار، والمسار الدستوري هو مسار على درجة من الأهمية. طبعا يعني أتفق مع ما تفضل به الأستاذ جومان بكثير من النقاط، لكن رغم ذلك يجب أن نقدم كل ما هو ممكن من أجل أن يتقدم مسار الدستوري نحو دستور حديث
عصري يعترف بالمواطنة، بتطبيق القانون، ولكن أيضا يعترف بتعددية الهوية التي توافقنا عليها قبل قليل، ويؤسس لبناء الدولة السورية بناء على الواقع السوري هذه المرة، وليس بناء على معادلات مصالح الدول كما جرى منذ عام 1920. هذه المعادلات كان يمكن أن يعني بشكل أو بآخر تفضي إلى شيء لو أنها أخذت بعين الاعتبار البنى المجتمعية السورية، ولكن لم تؤخذ بعين الاعتبار هذا الواقع وهذا التنوع الموجود بالشعب السوري. ورأينا أننا اليوم بعد قرن من الزمن لا زالت المنطقة في حالة عدم استقرار، وستستمر بحالة عدم استقرار حقيقة إن لم ننطلق من وقائع علمية حقيقية توصيفية تحقق مصالح الجميع، ولكن ليس بحسب المصالح، ولكن أيضا تحقق هذا الانتماء الذي تشعر به هذه المجموعات التي تتواجد في هذا المكان المشترك، وأن يعترف هذا الواقع أو هذا المفهوم المستقبلي بالتاريخ وبالحاضر، ويبني للمستقبل بناء عليهم دون فرضيات يعني تذهب بعيدا عن الواقع مهما كانت تحقق مصالح الدول. طبعا ما تفضلتم به أيضا حول أن هذه التجاذبات أيضا كانت ذات أثر سلبي حتى ضمن المعارضة. ما نشهده أخيرا هو يعني أكبر دليل هذا الصراع بين الدول، والذي يترجم بشكل أو بآخر على صراع بين السوريين للأسف وللمستغرب وللمستهجن، لكن هذا ما يحصل، أن الصراع بين الدول يترجم إلى صراع بين السوريين، ويفضي بالنتيجة إلى حالة عدمية من المصلحة السورية، وحالة عدمية من التقدم بالعملية السياسية، وحالة عدمية من معالجة معاناة السوريين وتحقيق التغيير الجذري الذي نطمح له جميعا. إذن المسار الدستوري رغم كل كافة نقاط الضعف لنقل التي جاءت بشكل أو بآخر بالعملية التأسيسية، والتي أيضا ترتبط بتعقيدات وبالحالة الاستثنائية بالوضع السوري، لكن رغم ذلك هو أحد المسارات التي يمكن العمل عليها بجدية من أجل أن تفضي فعليا لتحقيق مصلحة السوريين، وهو الهدف الذي يفترض أن يجمعنا أو أن يجمع كل من يعمل بالشأن السوري العام. دكتورة، من مهام اللجنة الدستورية أن تصون أرض وجغرافية الدولة أو الوطن السوري. نحن البارحة دخلنا الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين، لبدء العدوان الهمجي التركي على عفرين. وعفرين ما أدراك ما عفرين، كل يوم هناك يعني إن لم نقل إبادة، هناك إباحة لكل القيم الأخلاقية ناهيك عن الإرهاب والإجرام المنظم. اللجنة الدستورية هل ستأخذ أو درست موضوع عفرين ورأس العين وطل أبيض وأدلب التي حتى وممثلي النظام موجودين باللجنة، وتركيا تقول ممنوع على الجيش السوري، رغم أنه الجيش السوري جيش نظامي معترف فيه من قبل الأمم المتحدة، أنه ممنوع على الجيش السوري أن يدخل إلى أدلب. يعني هل في اللجنة الدستورية بحثتم ما يعانيه أرض سوريا أو ما تعانيها أرض سوريا من انتهاكات جسيمة ناهيك عن آلام المواطن السوري؟ طبعا يعني كما ذكرنا قبل قليل، لغاية اليوم عمل اللجنة الدستورية يعني بشكل كان هناك اجتماع واحد للجنة الموسعة، فيما بعد تتالت 4 جولات للجنة المصغرة، والتي لم تدر ولا بأي شكل من الأشكال حول هذه الأمور ولا حتى حول المفاهيم الدستورية، إنما كانت عبارة عن يعني دوران حول ما عرف بالمبادئ الوطنية والتي فرضها بشكل كامل وفد النظام. فبالتالي لا للأسف ليس طبعا هي من مسؤولية، ليس من مسؤولية المباشرة لعملية الدفاع، ولكن من مسؤولية كل من يعمل بالشأن العام أن يجد حلول بشكل أو بآخر، أو يضمن أنه في المستقبل لن تكون هناك مثل هذه الممارسات، والتي يعني في الواقع حتى قبل حالة الحرب وحالة العشوائية الموجودة اليوم في الأراضي السورية
كانت متواجدة، ولو أنها كانت بشكل ضمني أكثر لنقل أو غير ظاهرة بشكل أو بآخر، لكن حالة الاضطهاد المباشر والغير مباشر كانت موجودة لعدة فئات سورية. واليوم ما نراه مع يعني بعد عقد من الانفلات بحالة العنف والتسلح العشوائي ووجود قوى خارجية، ولكن أيضا ليس قوى منظمة، وإنما وجود أيضا مجموعات أو فصائل تعمل على ترهيب السوريين في كافة المناطق. كل هذه الأمور تتطلب علاج، ليس علاج مؤقت وإنما علاج مستدام، أو بالأحرى حلول مستدامة، وهذه الحلول تقوم على بناء دولة على أسس سليمة. هذا هو الحل الوحيد للخروج من حالة استباحة الأراضي السورية، سواء من قبل القوى الخارجية، ولكن أيضا من قبل العصابات والميليشيات والمتطرفين وكل من هذه المسميات. فبالتالي التوجه الفعلي للجنة الدستورية لصياغة الدستور فعليا والتوجه للمضامين الصحيحة التي تضمن حقوق السوريين هي يمكن أن تكون يعني أهم ما تقدمه هذه اللجنة لعموم الشعب السوري لإنهاء هذه المرحلة من الفوضى ومن العشوائية ومن الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي، ولكن أيضا التدهور الاجتماعي والإنساني. أستاذ بومان، ما تعليقك على ما تفضلت به الدكتورة سميرة؟ وهناك سؤال خاص لك، أنه حول قانونية الشعب والأمة السورية والفرق بينهما. تفضل. على ما تفضلت به الدكتورة سميرة، يعني أعتقد يحتاج إلى محاولة إعادة صياغة في الكثير من المضامين. اللجنة الدستورية يجب أن تجسد طموح الشعب السوري ولا تجسد المكونات الإيديولوجية. هاي نقطة. متى ما استطاعوا أن يجسدوا طموح مكونات المجتمعية للشعب السوري يستطيعون بكل بساطة أن يصلوا إلى ما ينشدونه. يعني اللجنة الدستورية هو جسم تنفيذي لصياغة اللجنة الدستورية. عادة اللجان الدستورية يعني تجسد المفاهيم السياسية المتفق عليها، لكن مثل ما أشرت بالبداية، إذا لم يستطع فرضا المكون الكردي ممثل فيها بشخص وتعداده يتجاوز 3 مليون، لا 20% من سكان سوريا، يتجاوز 20% من سكان سوريا. أخي مليون ما في مشكلة، مو الموضوع مو هون. ونلاقي مثلا مكون آخر يتم اختيارهم من خلال مكونات سياسية وليس كمكون مجتمعي، يعني على طريقة النسبة والتناسب. قد يقول أحدهم لا وجود لهم، لا يطلع كالتركمان مثلا، يعني نكون واضحين، كالتركمان لا يتجاوزون العشرات العوائل يعني. بس بغض النظر إن كنت فردا في دولة المواطنة يجب أن تصان حقوقك، يجب تمام. أن لا تهدر كرامتك إن كنت فردا. نحن لسنا في صدد وضع يعني التعداد للمكونات السورية، وبسوريا حتى مكتب الإحصاء لم يشر إلى هذه المسألة، وهذه المسألة غير دقيقة لأن الدستور السوري لا زال يقر بأن جميع السوريين هم عرب سوريون. إلا اللهم الدوائر الأمنية كانت تشير تضع أمام كل اسم انتمائه المجتمعي أو الديني أو الطائفي اللي هو، لكن وذلك لنيل العقاب الأكثر. نحن أستاذ الكريم، نحن بصدد بناء استعادة الدولة السورية التي نطمح إليها. المسائل لا تتجذر أو تأخذ مناحي أخرى نطلقها بصفة أنه والله أنا شعب كردي موجود على أرضي التاريخية وهذا من حقي. في السياسة لا تأخذ الحقوق بهذا الشكل. لو كانت المسألة تتعلق بالحقوق والناس تحترم والدول تحترم الحقوق، أصلا سايكس بيكو ما قسمت شعوب المنطقة بهذه الطريقة. المسائل في السياسة تبنى على المصالح. تستطيع أن تلبي مصالح الدول العظمى ذات التأثير التي تستطيع أن تغير المناطق وخرائطها تمهيدا وعلى تدرج، حينها تستطيع أن تطرح ما تشاء وأن تفكر بالطريقة التي تشاء. اسمح لي هنا اسمح لي بسؤال صغير.
يعني نتذكر ملا مصطفى البرزاني قالوا له تعال صير نائب رئيس العراق، ولكن تخلى فقط عن كركوك ونقيم لك اقليما كاملا، ولكنه لم يتنازل رغم انه كانت الظروف كلها ضده كما الحال. يعني انا قصدي انه ما بدنا يعني نخضع لشروط الاراده الدوليه التي تقضي على حقوقنا. يعني ما بدي اقول امالنا، حقوقنا. يعني مثلا فعلا الشعب الكردي شعب يعيش على ارضه تاريخيا، فهل نقبل مثلا باقل من الفيدراليه؟ هذه كارثه يعني. كمثال تفضل. يا صديقي، نحن لم نخض بموضوع الفيدراليه، انت اخذت مساح وحددتها بيسر. لو طرحت الموضوع في صيغه الفيدراليه كنا ناقشناها بموضوع الفيدراليه، لكنك طرحت لا الحقوق، يعني كونك قلت الحقوق نعم. والاراده الدوليه. طرحت التساؤل انه الامه السوريه، انا لما اقول الامه السوريه بمعنى نحن الشعوب السوريه كافه متساوين امام القانون الذي امام الدستور والقوانين الذي يضعه السوريون باختيارهم دون اكراه لرسم مستقبلهم وكيفيه عيشهم في المستقبل. هنا اقصد اي هذه الدوله لا هويه لها. هذه رساله للذين يحاولون الدفع باتجاه الدوله القوميه على مبدا العروبه او الدوله الاسلاميه، وعم يحاولوا يرشوا عليها شويه بهارات انه نحن لا ديمقراطيه تتماشى مع الايديولوجيا. هذه قناعتي ان كانت دينيه او كانت وضعيه. فقط الديمقراطيه هي التي تستطيع ان تكرس هذه الثقافه وتستطيع ان ترتقي بنا من خلال نشر هذه الثقافات واعاده مناهج التعليم بصيغ واليات تتماشى مع هذه الثقافه وهذه المفاهيم. دون ولكن ذلك مفهوم الديمقراطيه، مفهوم الديمقراطيه لا يحتاج الى تعديل اخرى. ما حدث في امريكا منذ يومين، منذ عمليه استلام تسليمه بين ترامب وبوش، اكدت انه هناك ديمقراطيه بحاجه الى اصلاح. يعني لا هناك بالعكس، اكدت ان امريكا دوله ديمقراطيه عريقه اصيله، الايديولوجيات والشعبويه لا تستطيع ان تنال منها، بدليل الجمهوريون والديمقراطيون تكاتفوا للحد من هذه الظواهر والمظاهر التي انتابتهم. تركوا كل شيء وحافظوا على ديمقراطيه امريكا، حافظوا على منطق ومفهوم المؤسسه المتجذرة في المجتمع الأمريكي. هذه الرسالة التي حاولوا أن يعني ينشروها للناس ويصدروها لهم. حاولوا الحد من الشعبوية، وأعتقد أمريكا لن تمرض حتى تصحو. فالوضع يختلف. نحن شعوب متخلفة بعموم المنطقة. الاستبداد نال منا، تموضعنا خلف هوياتنا ما دون الوطنية، وحاولنا دائما أن نطرح قضايانا من مفاهيم المظالم، رغم هي حق، لكنها تختلف حينما تكون بشكل قرارات سياسية ممنهجة من أعلى السلطات في الدولة بهدف التغيير، وهو الذي يقر ضمنا بهذه الحقوق لهذا المكون في تاريخيا وجغرافيا. لكن الظروف هذه تفرض على الجميع هذه الوطنية. أعتقد علينا أن نحاول أن نغرس ثقافة بحيث نعيش في هذا الوطن مستقرين آمنين، وتكون قلوبنا على بعض من أجل مستقبل أبنائنا في هذا الوطن. نتمنى ذلك. نعود إليك دكتورة سميرة. دكتورة، جملة من المفاهيم والمصطلحات، وأهم مفهوم الوطنية والمواطن ومفهوم الأمة السورية، هل درستم ذلك في اللجنة الدستورية السورية؟ وأنت كدكتورة مختصة بالبيئة السياسية، كيف ترين شكل الدولة السورية القادمة التي يجب أن تحقق آمال وطموحات كل المواطنين؟ يعني سوريا تكون ديمقراطية تعددية فيدرالية مدنية علمانية، أي شكل تجدينه الأنسب للآمال وطموحات السوريين أو للوضع السوري العام؟
نعم، بداية اسمح لي فقط أكد على بعض النقاط الهامة اللي تفضل بالإشارة لها الأستاذ جومان. طبعا من هاي النقاط نقطة يعني أولا الابتعاد عن الأيديولوجيا. طبعا هذا سياق العالم اليوم. الآن سأخرج قليلا يعني من نطاق السوري. طبعا يعني من يدرس ويقرأ التاريخ ظهور الهويات عبر العالم، لدينا العديد من الهويات التي تظهر ومن ثم تندثر. بفترة من الفترات على سبيل المثال كان لدينا الهوية الاستعمارية والمضادة للاستعمارية. هناك هوية العالم المتقدم والعالم عالم دول العالم الثالث وإلى ما هنالك. اليوم نحن نتوجه نحو حقبة جديدة. هناك تغيير على مستوى الإنسانية عموما. من هذا التغيير ما نشهده في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا بحكم السياق الحديث، ولكن في معظم الدول التي جرت فيها الثورات مؤخرا. طبعا الخروج نحو هويات جديدة تبتعد عن الأيديولوجيات، هذا ما أردت الإشارة إليه، نحو هويات تأخذ بعين الاعتبار وتنطلق فعليا من الواقع المحلي. يعني نبتعد عن هذه الهويات العامة ونتجه أكثر للأخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي ضمن مفهوم الهوية الإنسانية العامة. كل هذه الأمور على المستوى الإنساني تنعكس أيضا في منطقتنا وتجعل من الضرورة، ونحن نجد اليوم حتى بالسياق الطبيعي يعني الإنسان الذي يسعى لتطبيق المصالح السوريين، أو على سبيل المثال ما جرى في مرحلة الجائحة الوبائية كورونا، كيف أن هذه الإيديولوجيات باتت يعني محط سخرية بشكل أو بآخر. الاحتياجات الإنسانية اليوم ليست أبدا بهذا الاتجاه، ولا تحقق هذه التيارات الإيديولوجية أي مضمون من ضرورات واحتياجات الإنسان. إذا نحن على أعتاب مرحلة جديدة على المستوى الإنساني تتطلب منا التفكير أيضا بكيفية التقدم بالمسار السوري ضمن هذا التغيير العام. وهنا يبرز سواء مفهوم التعددية بالهوية وسواء الانطلاق من التنوع السوري لتمثيله بشكل قانوني وبناء دولة على أسسه. طبعا هذه المفاهيم أو الأمور، وحتى كما تفضلت حضرتك أستاذ سليمان، حتى مفهوم الديمقراطية يخضع اليوم للكثير من المراجعات والنقد والتقويم مثل أي مفهوم. يعني لا يوجد شيء ثابت مع تطور الإنسان، جميع المفاهيم تتطور معه وتتطلب أن يعني يتم مراجعتها باستمرار وأقلمتها مع احتياجات الإنسان، لأن هذا المفهوم هدفه هو خدمة الإنسان وليس أن يصبح الإنسان رهينة للمفهوم. بينما التيارات الأيديولوجية المتصلبة نجد فيها الفكر رهينة للتيار الأيديولوجي، وهنا يعني لدينا إشكالية كبيرة لأنها تكف عن تحقيق مصلحته وتصبح على العكس تصبح عبء على هذا الإنسان وتمنعه من التطور والتقدم لتحقيق استقراره ومصلحته. فكل هذه المفاهيم بحكم التغيرات العالمية تخضع يعني لنقل حالة من حالة التحولات لتصبح أكثر فائدة، ليس لنقدها أو لمدحها وإنما لتصبح أكثر موائمة للواقع الإنسان اليوم. طبعا هذه المفاهيم لم تناقش في اللجنة الدستورية، لم يناقش أي أمر من هذه الأمور حقيقة بحكم هذا التعطيل الذي جرى، ولكنها بالتأكيد ستكون مطروحة موضوع الهوية، موضوع الدولة السورية، وكما تفضلت ما هو شكل هذه الدولة. طبعا أنا لن أستطيع تحديد شكل هذه الدولة، لكن ما أستطيع أن أقوله أن هذه الدولة يجب أن تتفادى ما كان عليه الحال طيلة الفترة السابقة لأنه أثبت فشله. فبالتالي يجب أن تبتعد عن المركزية، يجب أن تكون دولة لا مركزية. فيما بعد ما هي آليات هذه اللامركزية أو حدودها وتطبيقها والعلاقة بين المناطق وإلى ما هنالك، هذه الأمور تحتاج للتفصيل بشكل معمق، ربما لا يكون اليوم أو خلال هذا الحوار مكان أو متسع لها. أيضا يجب أن تكون دولة تبتعد عن وضع السلطات بيد الفرد والتحكم بكافة الأمور بيد الفرد، والذي هو منصب رئيس جمهورية، أو هذه يعني هذا التوجه بربط كافة السلطات ووضعها بربطها بمنصب واحد. يجب أن تكون أيضا تعطي مساحة أوسع وأكبر للبرلمان، وهذا البرلمان أيضا يجب أن يعبر عن الحالة المحلية، بالإضافة إلى وجود برلمان يعبر عن الوضع السوري عموما، أي برلمان بغض
الغرفتين. طبعا فيما يتعلق بالحالة الديمقراطية بالتأكيد، لكن مع موائمة هذه المفاهيم بما يضمن أن تكون تمثل الحالة السورية، والأهم من ذلك أن تحقق مصلحة الشعب السوري. دكتورة سميرة، لو سميرة مبيض انتخبت رئيسة لسوريا، هل ستوافق أن تكون سوريا ديمقراطية تعددية فيدرالية؟ طبعا بغض النظر عن الشخص أو الاسم الذي سيكون بأي موقع في مستقبل سوريا، طالما تم التوافق على دستور، فالدستور هو الحاكم لهذه الدولة. طبعا الدولة آلية التوافق دكتورة، عفوا هنا السؤال يضيع، يعني آلية التوافق أنا كيف بدي أخذ التوافق إذا كان هناك أكثرية عربية، بل إذا بالانتخاب بده يرفضون مثلا شكل الفيدرالية، وأنا الكردي إذا سوريا لم تكن فيدرالية فلن يعني افتخر ان اكون سوريا. خلينا نكون واقعيين، يعني طالما اذا بده يكون مكتوب على جنب اسمي عين سين، يعني انا كلمه عين سين بتشكل هاجس يعني مرعب لي، يعني انه خاصه انه يتكرر مع ابني، يعني هي كارثه كبرى. مفهوم تماما أستاذ سليمان، وأوافقك الرأي أن ما سيجعلك فخورا بسوريتك هو أن يكون هناك اعتراف بهذه التعددية السورية، أن تكون حضرتك كشخص كسوري كردي، كذلك السوري العربي والسوري السورياني، أن يكون هناك رابط مشترك بين كل هذه المكونات، أن لا يكون هناك وعاء جامع كما تفترض بعض التيارات الإيديولوجية، وهي افتراضات خاطئة لأنها أثبتت فشلها، وليس لأني أنا أقول أو حضرتك تقول، لأنها أثبتت فشلها على مدى نصف قرن من الزمن وربما أكثر أيضا. إنما أن يكون هناك رابط ينطلق من الواقع السوري وهو التعددية. في هذه الحالة أكون كما أنا اليوم كسورية لدي الثقافة العربية، ولكني أفتخر أيضا بأن هناك سوريين أكراد وسوريين سوريان وسوريين أرمن، وكل ما يشكل التعددية والتنوع السوري. من هذا بالإضافة إلى ذلك، ليس ذلك فقط ما يحقق الافتخار أو الرغبة بالانتماء. نحن اليوم يعني الحالة التي نواجهها هي حالة وجود حكم نابذ للسوريين عن هويتهم، يعني يجعلهم يتجهون لهويات أخرى، بينما يجب أن يكون المستقبل السوري يحمل حالة انتماء تجعل الإنسان يفتخر بانتمائه السوري، كما نحن اليوم نحن من ندرك أن هذا الحكم ليس يعني لا يحقق بأي شكل من الأشكال، لا يعكس الواقع السوري. فبالتالي أيضا أن تكون الدولة تحترم الإنسان. لم تجيبي بشكل صريح. اعتبري فيني كأنا كسليمان قرو بدي أنتخبك رئيسة، إذا بدي أعطيكي سلطي، هل بكلمة نعم أو لا؟ هل أنت كسميرة مبيض ستوافقين على أن تكون سوريا ديمقراطية تعددية فيدرالية؟ أنا كشخص أوافق على أن تكون سوريا فيدرالية تعددية ديمقراطية، لكن أخذ بعين الاعتبار المضمون أو الجوهر، أي أنها إذا كانت دولة لا مركزية وتحقق المضامين الفيدرالية، ففي الحقيقة يعني لا أتعلق كثيرا بالقشور، إنما أتعلق بالمضمون وبتطبيق المضمون وبما يحقق العدالة لجميع السوريين. فقد إن سمحت لي أن أتمم الفكرة التي أردت أنهيها، أن الافتخار ليس فقط بهذه التعددية، الافتخار أيضا بأن تكون دولة تحترم حقوق الإنسان. اليوم نحن عندما نرى ما يخرج من سوريا من انتهاكات لحقوق الإنسان نشعر بانتهاك انتمائنا وبانتهاك هويتنا السورية أمام أنفسنا، ولكن أيضا أمام العالم أجمع. فبالتالي تحقيق أن تكون يعني من الدول التي تطبق حقوق الإنسان وتحترم كرامة الإنسان، ولكن أيضا أن تعود لركب الحضارة. نحن بعد نصف قرن من هذا التجهيل كسوريين يعني تقريبا أصبحت سوريا غير مؤثرة في ركب الإنسانية وفي في رفض الإنسانية بالعلوم وبالأفكار وبالإبداعات وكل ما هنالك بسبب هذا الحكم. إذا نريد استرجاع فخرنا بالانتماء السوري، وذلك لن يحدث باستمرارية نظام حكم شمولي أو بإعادة إنتاج أي نظام حكم شمولي. عذرا على الإطالة، تفضل. أشكرك أستاذ جومان، يعني ما
تعليقك على ما قالته الدكتورة، وتحديدا هناك سؤال من الدكتور محمود عباس، وهو يرفض مصطلح وجود الأمة السورية، ويقول أنه الشعب السوري اللي بيتكون من عدة شعوب ومكونات. يعني الدكتور محمود عباس بيقول نعم بالإمكان طرح مفهوم الوطن بشعوبها، لكن ليس الأمة وجميع الشعوب تحت هذا الطرح الخاطئ. نعم. تفضل. أنا لو استطعنا نحن السوريين أن نفسح المجال أمام امرأة ومسيحية، وعذرا على هذا الاستخدام دكتورة سميرة، كنا الآن نتحدث عن كيفية الوصول إلى الحداثة الأكثر تطورا أيضا ما بعد الحداثة، أما كنا تناقشنا فيما عفى عليه الزمن منذ مئات السنين من قبل الدول المتقدمة والمتطورة. نحن الآن نبحث عن هوياتنا. بخصوص أنا مفهوم الشعب الأمة لا تناقض كما يطرحها الدكتور محمود مع فاق احترامي له، وأنا هنا أفصل بين النظام الحكم وبين هذا المفهوم. عندما نتطرق إلى نظام الحكم السلطات حينها أو شكل الدولة السورية، حينها نتطرق إلى إن كانت مركزية لا مركزية فيدرالية، والأهم ما هي طبيعة هذه الفيدرالية. طبيعة هذه الفيدرالية، هذه الجملة والتي أشارت إليها مشكورا الدكتورة سميرة، المضامين، يعني ليس التعبير وحده ما يعبر، لكن مضمون هذا التعبير هو الذي يجسد المستقبل والمآلات. فيعني نحن في السياسة نعمل وفق المستطاع، وعلي بن أبي طالب قال كلمة: اطلب المستطاع كي تطاع. فضمن هاي الظروف، وهي في فن يعني إدارة الممكن، ضمن هاي الظروف، ضمن هاي المستجدات، ما يمكن البناء عليه، أنا من وجهة نظري الكردي السوري من مواطن عربي سوري إذا انتقل إلى مواطن كردي سوري دستوريا هي خطوة تحسب له ولا تحسب عليه. قد يكون الآخر يقع في مشكلة أنه تنازل، لأن لا زال مفهوم المواطنة التي يتم طرحها غير مجسدة حقيقة كمفهوم كما هو وارد في التعاريف وكما هو قائمة في كثير من الدول. فدائما نحاول أن نطرح ونمارس التقية من خلال الممارسة الفعلية العملية. المسائل ليست فقط بالشعارات، كلنا نهوى. أنا لست بشاعر حتى أن يعني أترك لمخيلتي تكن. في السياسة هناك معطيات، تعمل وفق المعطيات، وفق الأحداث، وفق الظروف، وفق الإمكانات. الإمكانات المتاحة ترفع شعارك من خلال هذا الإمكان. عندما ترفع شعارا كبيرا جدا ولا تجد أن تحققه، تلاقي هناك ردات فعل انعكاسية تؤثر عليك وعلى مفاهيمك وعلى إدارتك للمرحلة كحركة سياسية. لذلك أعتقد يجب أن نحاول أن نكون دقيقين في استخدام التعبير وتوظيفه والعمل من أجل إنقاذ سوريا كاملة. للذين يحلمون ببناء دولة كردية مستقلة ذات سيادة من الأجزاء الأربعة، والتي أنا أيضا أحلم بها، ولكن الواقع غير ذلك. لا يوجد في الآفاق أي جنوح باتجاه أي تقسيم في المنطقة، على الأقل في الأفق المرئي. إن حدثت مسائل أخرى، هذه الأصوات قد تستطيع أن تجسد ما تراه وتؤمن فيه، لكنني أنا أحاول أن أبني خصوصيتي من خلال هذه الدولة التي تسمى سوريا، وأعتز بها، وأحاول أن يكون كل السوريون يعملون من أجل بناء هذه الدولة بعيدا عن الاستبداد والمستبدين وكافة الإيديولوجيات. أستاذ جمان، بس خلينا نكون واقعيين. يعني أنت قلت أنه طرح مفهوم الأمة. بمفهوم الأمة أنا يعني كإعلامي، أنا كإعلامي
ناشط سياسي، ما بدي أقول أنا سياسي كامل، حينما أسمع بالأمة السورية كأنها يعني أشعر داخليا أنها تتعارض مع انتمائي للأمة الكردية. فكيف بدي أعمل توافق بين هذا المفهوم؟ يعني أنا واحد من الناس فعلا يعني سوري وطني، سوريا وطني، أوكي، ودافع عنه وأفتخر بسوريتي، أوكي، ولكن أعتز بانتمائي للأمة الكردية. فكيف سأوافق ما بين الانتماء صديقي، الأمة لا تحلل، لا تجعل الآخر يتحلل ضمن مفهومها، تحافظ على خصوصيتك. ولكن الأمة السورية حينما نحاول أن نجسدها نبتعد فيها عن المفهوم الذي يحاول أن يجسدوه من خلال توصيف لاحق لسوريا أنها دولة عربية للتيار العروبوي. وضحت الفكرة، أشكرك. عندما تقول سوريا دولة عربية أصبحت دولة قومية عربية، والذين يمارسون أو يعملون في هذا الخط هم العروبيون وليس العرب كاملهم. هذا الشعور لا نجده في الكثير من الدول العربية، كما لا نجد الكثير من المسائل التي يطرحونها الإيديولوجيون في الإسلام السياسي في الدول غير العربية الإسلامية. هذه المعاناة وهذه المسائل لا نجدها، تجاوزوها. لكن أزمة الهوية التي يحاولون مزجها والخروج بمفهوم آخر يلبي مسائلهم الإيديولوجية والشخصية ولا تلبي قضايا الشعوب، بدليل ما يحصل في تونس، بدليل ما حصل في مصر، بدليل ما حصل في ليبيا وما يحصل في ليبيا. هذه القضايا يجب أن تعالج بشفافية دون أن نحاول كل منا أن يشد المسألة باتجاهه فقط. يجب أن تكون هناك مسألة جامعة، وأعتقد هذا الطرح هو الجامع لجميع السوريين لحتى نتجاوز ونصل إلى الدستور العصري الحديث الذي أشارت إليه الدكتورة سميرة مشكورة. دكتورة سميرة، يعني سؤالي قبل الأخير لك، يعني فعلا نحن بحاجة إلى هوية جامعة، إلى مفهوم جديد جامع، مفهوم دستوري جامع لروحنا وانتمائنا الوطني السوري. فهل سنجده في دستور الذي أنت عضوة فيها، في الدستور الجديد لسوريا، أن سوريا فعلا تكون لكل السوريين، تحقق آمال كل السوريين؟ طبعا هذا ما نعمل عليه، وهذا ما يجب أن يكون هدف كل إنسان سوري. يعني تأكيدا على ما تفضل به الأستاذ بومان، أنا لا أعتبر حقيقة أن من يقبل بأن يكون أن يلغي الصفة القومية عن سوريا أن يكون أنه بحالة تنازل. بالواقع هي فقط حالة تقويم مسار، كان هذا المسار يجب أن يكون ما هو عليه منذ قرن من الزمن، بأن يكون هناك بناء للدولة السورية بناء على البنى المجتمعية وهي حالة تنوع، ويسير المسار بشكل طبيعي. وهنا كنا وصلنا كما تفضل الأستاذ بومان لهذه الهوية يعني بدون أي إشكاليات، وكنا وصلنا لحالة النضج بالانتماء، وكان أتيح المجال بهذه التفاعلات بين البنى المجتمعية أن تبنى على أسس سليمة، وأن يبنى كل ما يتوافق معها أو كل ما يرادفها من بنى قانونية وبنى مجتمعية وإلى ما هنالك. فاليوم نحن عندما نطالب بالهوية السورية كما هي، فهو تقويم للمسار. كان هناك إقحام عامل معين نتيجة ظروف معادلات مصالح، ولكن أيضا فراغ سياسي وإلى ما هنالك في مرحلة معينة، فتم يعني إقحام اتجاهات غير لا تطابق الواقع. ونحن اليوم ما نعمل عليه ليس تنازل، يجب أن لا يفهم كتنازل بالأحرى من قبل أي طرف، وإنما يجب أن يؤخذ كما هو، بأنه الهوية الطبيعية لو لم يكن هناك حالة التغيير في مسار الشعب السوري كانت ستكون هي الهوية التعددية، الهوية السورية، وهي التي ستحل لنا جميع الإشكاليات. وإلا في حال يعني الاستمرارية كل طرف ببناء أو بالسعي لتيارات قومية، فإنما سيستمر هو النزاع البيني
البيني، والنزاع البيني لا يسمح ببناء دولة ولا يسمح بحصول استقرار، وسيبقى يذهب الشباب السوري من عرب ومن كرد ومن تركمان ومن غيرهم ضحية لهذه الصراعات البينية، ولن نستطيع بناء المستقبل كما يجب. إذا هو ببساطة كما أعتقد لكي يكون المفهوم قريبا علينا هو استعادة الهوية السورية الحقيقية، والتي هي تضمن وتعتز بكافة مكوناتها القومية والدينية والثقافية، وكل ما سينتج حتى مستقبلا ضمن هذا التفاعل البشري والديناميكية في المنطقة. كل ما يمكن أن ينتج من أفكار هي نتيجة هذا الشعب، وهي تخرج من يعني من ديناميكية تفاعلية سليمة. وأما في حال استمرارية فرض أو يعني لنقل تجاذبات أيديولوجية فنحن نسير بمتاهة مستمرة بات لها قرن من الزمن وقد تستمر فترة طويلة جدا. واليوم المرحلة المنعطف اليوم أمام السوريين قد يسمح فعليا باستعادة زمام الأمور وباستعادة السيادة السورية، وهنا السيادة يعني أتحدث بها منطلق فعليا امتلاك العقد الاجتماعي وامتلاك الاختيار بأن هذه المكونات تسعى فعليا لبناء تواجد مشترك ولبناء دولة تفتخر بانتمائها إليها. دكتورة سميرة، يمكن عم تقرأين معي على الشاشة هناك أسئلة كثيرة لكما الاثنين، ولكن سؤال ما لفت نظري خاص لك من أستاذ علي جان، مصطفى علي جان، يقول: هل تؤمن الأستاذة الدكتورة سميرة بحق الكرد بتقرير المصير مهما كان اختياره أسودا بحق أو بكل شعوب الدنيا؟ نريد جواب صريح وواضح دون ربط الجواب بأشياء أخرى. نعم، طبعا أنا أؤمن بحق الإنسان، ومن ضمن حقوق الإنسان هو حق تقرير المصير، فبالتالي من هذا المنطلق نعم أؤمن بحق تقرير المصير للأخوة الكرد أو لأي مكونات أخرى قد ترى في يعني ترى لها توجهات أو مسارات. لكن إضافة إلى ذلك أؤمن أيضا بأن هذا التراكم التاريخي في المنطقة يجعل منها فعليا تعطي أو تشكل حالة تتضمن أيضا الوجود الكردي والوجود العربي والوجود الكافئ السورياني وكافة المكونات الموجودة بالمنطقة لم تتح لها الفرصة بأي مرحلة من المراحل لتقرير مصيرها. فبالتالي المرحلة اليوم أو المنعطف اليوم كما سبق وذكرت قد يكون هو الأنسب لكي فعلا نستحق أو نستطيع الدفع باستعادة الانتماء السوري واستعادة القدرة على بناء دولة سورية وطن لجميع السوريين. أستاذ جومان، أيضا سؤالي ما قبل الأخير، وخاصة أنا شخصيا أنظر لجومان حسين بتفاؤل برؤية كسياسي كبير، يعني بدون مجاملة. لك كل الاحترام ولي ثقة برؤيتك. سؤالي ما قبل الأخير، يعني شكل الدولة السورية القادمة هل ستكون جغرافيا وفق وضعها الحالي وسياسيا، وستشكل وفق آمال غالبية أو إن لم نقل كل الشعب السوري ما عدا الطبقة السياسية المرتزقة الآن التابعة للدول، يعني غالبية الشعب السوري ترنو إلى سوريا أن تكون فعلا لكل السوريين، سوريا ديمقراطية تعددية علمانية فيدرالية. هل ترى ذلك ممكنا في سوريا القادمة؟ سوريا مقسمة على أرض الواقع، ننطلق من الواقع ومن خلال الواقع أيضا نبني. سوريا مقسمة، نحاول استعادة هذا التقسيم بوحدة هنا العمل، لكن بكل أسف بحجة محاربة البيادة الأتراك وفي مقدمتهم أو على رأسهم المعارضة السورية بين المزدوجتين الرسمية تعتبر نفسها، التي نالت موافقات من بعض الدول واعتبرتها مشروعية لها تتحدث وتتمنطق فقط باسم السوريين وكأنها الوحيدة، وكأن السوريين قد منحوها تلك الشرعية. فلو كانوا بحقيقة يعني حقيقة يجسدون
ما طرحته الثورة في بداياتها لا أعطوا نموذجا يحتذى به بخلاف ما كان موجودا في ظل الأسد أو في ظل البيادي في المناطق التي تم احتلالها من قبل الأتراك أو الواقعة تحت سيطرة المرتزقة التابعين للدولة التركية الذين يخدمون الأمن القومي التركي على حساب تأليب مكونات المجتمع السوري والشعب السوري ضد بعضهم البعض دون إلى هذا المستقبل أي اهتمام أو إعارته، وكأنه منطق القوة سيبقى سائدا إلى ما لا نهاية. لذلك نحاول دائما أن نقرأ الواقع بموضوعية، ونحاول أن ننطلق من هذه الموضوعية إلى الجمع، إلى تجميع. هذا التجميع أعتقد حجرته لبنته الأساسية تبنى على الحوار الكردي في منطقة كردستان، منطقة شمال شرق سوريا. المكون لماذا لم تقل اقليم كردستان سوريا وقلت شمال شرق سوريا؟ لانه هذا التعبير يجب ان يشمل باقي المناطق كلها. هناك محافظتين ليست تاريخيا كما نحن نقرا وكما نحن نقر انها قسم منها يعني تم تقسيم شعوب المنطقه. المهم الحوار الكردي اعتقد هو اللبني لاستقطاب المعارضة السورية إلى الأرض السورية من مناطق في تلك المنطقة والانطلاق منها، خاصة القوى الديمقراطية وليست الدول التي تحتل سوريا. لا يمكن دولة احتلال يا ريتها وفق القوانين الدولية تمارس وتصون الشعب السوري بمبدأ أنها دولة احتلال. هي تجاوزت وترتقي ممارساتها وممارسات التابعين لها والمؤتمرين بأمرها إلى مستوى جرائم حرب، مستوى جرائم حرب حقيقة. كيف يمكن لهذا الشعب، لهؤلاء المتضررين الذين تم هذه الممارسة بحقهم بقرار سياسي من أعلى السلطات، وفي الطرف الآخر يقولون نحن نجسد طموحاتكم؟ كيف تجسد طموحي باليمين وتضربني باليسار؟ هذه أعتقد مفارقة عجيبة غريبة لا يمكن للعقل أن يتصوره. لكن يبقى وأملنا بالخيرين والعقلاء والحكماء من كافة المكونات محاولة استعادة القرار الوطني السوري والبناء عليه من أجل مستقبل سوريا جميعا، وإلا المنطقة كلها ستكون في صراع قد لا يكون نهاياته في الآفاق مرئية. أشكرك جدا أستاذ جومان. السؤال الأخير لكما الاثنين. دكتورة سميرة، يعني سؤال وجهه لكل ضيوف هذا البرنامج، هل كنت ترغبين أن أسألك سؤال ولم أسأله أو كلمة أخيرة لك؟ طبعا أشكرك، كانت الأسئلة شافية وشاملة طبعا، وأيضا أسئلة المشاركين كانت على درجة كبيرة من الأهمية. أردت فقط التأكيد أيضا على ما تفضل به الأستاذ جومان حول أن اليوم نحن أمام واقع انقسام في سوريا، وعلينا أن نتجه فعليا للحالة الاتحادية، أي أننا نعيد تجميع ما يعني حصل من تشرذم على الصعيد السوري. وهذا التشرذم أؤكد أنه ليس حصيلة السنوات الماضية فحسب، إنما هو حصيلة تراكمية للحكم الشمولي والتي كانت نابذة بالكثيرين عن هويتهم الأساسية. طبعا بالتأكيد يعني بختام اللقاء وبالإضافة لشكر هذا المنبر على إتاحة الفرصة للحديث، أؤكد أن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا إذا بني على أسس دستورية، وهذه الأسس الدستورية لا يمكن أن تكون مستدامة وقابلة لبناء دولة إلا إذا أخذت بعين الاعتبار تحقيق العدالة لجميع السوريين، وأن تكون أيضا تسعى لتحقيق الاستقرار. طبعا ورد بين الأسئلة التي يعني مرت أمامي على الشاشة تساؤلات حول استعادة أحد الدساتير الماضية. من وجهة نظري قد نجد في الدساتير الماضية شيئا ما نستطيع الارتكاز عليه، لكن لا يمكننا بأي حال من
من الأحوال أن نسعى للتقدم بالمسار السوري باستخدام سياقات يعني جاءت في وقتها. الدستور ينبع من حالة ظرفية للمجتمع، فبالتالي ما كان في الماضي هو ينبع من حالات ماضية. اليوم نحن طبعا مع اعتزازنا بكافة التاريخ السوري وبكل ما بذله الآباء المؤسسون من أجل النهوض بسوريا، لكن اليوم نحن أمام واقع جديد وأمام احتياجات جديدة على المستوى السوري وعلى المستوى العالمي بشكل أوسع وأكبر وعلى المستوى الإقليمي، وهي تتطلب حصريا دستور عصري وحديث. وذلك لا يمنع أنه في حال كانت هناك بنود قد نستفيد منها من المضامين أن نستخدمها، لكن أن نتبنى أي من الدساتير الماضية ذلك غير موضوعي ولا يوافق الواقع ولا طموحاتنا في المستقبل. شكرا لك. كل الشكر لك. نفس السؤال لك أستاذ بومان، هل كنت تتمنى أن أسألك سؤالا ولم أسأله، أو كلمة أخيرة لك توجهها إلى الشعوب أو الشعب السوري؟ شكرا على طبيعة الأسئلة ونوعيتها. أعتقد هذه المنابر وجدت للحوار والعصف الفكري. لا أحد منا يمتلك حق التوقيع والتفصيل، وكأن آراءنا هي قطعية وباتة، ولا هي مجرد حوارات نحاول من خلال التحاور والحوار نجسر الهوى التي فرضوها علينا من أجل مستقبل بلادنا. فكل الشكر لكم وكل الشكر لك شخصيا، والشكر الجزيل للدكتورة سميرة المبيض، وأشكر كافة المتابعين الذين حتى إذا انتقدوني بقوة أتقبلها. ف يعني من اجتهد وأصاب له أجر، ومن اجتهد من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ له أجر، وفي كل الأجر. يعني إلنا الأجر حتى لو كنا مخطئين. نحن فقط نطرح رؤى، أفكار، قد نختلف قد نتفق، والاختلاف لا يفسد للود قضية. شكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة. كل الشكر لكم. أنا حقيقة في هذه الحلقة شميت رائحة الياسمين، من ياسمين بدمشق دكتورة سميرة مبيض كانت هذا، ومن ياسمين قامشلو الأستاذ طبعا. نورتونا باسمكم جميعا، باسم مشاهدينا نشكركم جدا جدا. ومشاهدينا الكرام انتظرونا بعد نصف ساعة من الآن، ستكون هناك حلقة خاصة على طيف تي في عن الذكرى الثالثة للاحتلال التركي لمدينة عفرين والعدوان الهمجي عليها. مرة أخرى أشكركم جميعا مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة، واعذرونا إذا لم نستطع الإجابة على كل الأسئلة، فالأسئلة كثيرة، ونوعدكم ونعدكم بأن تكون في الحلقات المقبلة إجابات أكثر وترضيكم. وكل الشكر مرة أخرى دكتورة سميرة مبيض، نورتينا، كنت فعلا اليوم ياسمينة الحلقة، ياسمينة دمشق. شكرا جزيلا. أستاذ جومان نورتنا، يعني سعيد جدا جدا معك ومع الدكتورة، ودمتم وأنتم مشاهدينا الكرام في رعاية الله وبألف خير. شكرا جزيلا.